السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة إخلاص ماريا. نتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وتشاهدوا الفيديو وانتم في تمام الصحة والعافية. إن شاء الله اليوم غنحضروا طحان البقري معمر على طريقة المطاعم المغربية، وانتم عارفين بلي هذه الأكلة معروفة عندنا والأغلبية ديال الناس كيحماقوا عليها. طبق مغربي أصيل بطريقة غنخدمها معكم بطريقة مختلفة. جربوه غيعجبكم إن شاء الله. هذا لاصوص كما غتشوفوا غادي يشيط ليا، غادي يطلقوا ليا الطحان ورافقته مع البطاطا في الفران. يلا الحادقات الى المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبه للمقادير عندنا طحان ديال البقري. دائما تيكون تقدروا تلقاوه صغير كبير، مهم يكون محلول من جهه واحده. عندنا واحد الكميه ديال الرز، انا درت كاس ديال الرز سلقته نص سلقه. كميه ديال الشحمه ديال الكلوه، واحد جوج بصلات مشلضه قطعتهم رقيقه، وحتى الشحمه حتى هي مقطعه رقيقه بزاف. واحد الحفينه ديال الزيتون خضر مقطع، وتقريبا غنقولوا واحد 300 غرام ديال الكفته. ودائما على حساب الاشخاص. وهذا المهم هنا عندنا زلافه ديال اللحم قطعته رقيق. نقول تقريبا واحد 300 غرام هكاك، و 300 غرام حتى 400 ديال الكلوه ديال البقري حتى هي. وبالنسبه لهذا عندنا واحد 4 الفصوص ديال الثومه مقطعين رقاق، والمعدنوس قطعته مزيان، تقريبا يكونوا واحد 4 المعالق تما ديال المعدنوس. عندنا السودانيه، الكمون، القزبر يابس، التحميره، الملح، هنا شويه سكنجبير، وزيت البلديه. نمشيو للطريقه. غادا ندير الرز اللي سلقته نص سلقه مع شويه الملحه، البصله جوج بصلات قطعتهم رقاق، يعني نحاولوا نرقوا نشلضوها مزيان تكون رقيقه. الشحمه ديال الكلوه حتى هي قطعتها رقيقه. فضلت انا ما نطحنهاش، قلت اللهم نقطعها باش تبقى واضحه ليا في الطيحان. شوفوا معايا ديال الكلوه حتى هي ديال البقري، وحفينه ديال الزيتون مقطع دوائر. نضيفوا اللحم مقطع حتى هو رقيق، نضيفوا الكفته. ودائما الكميه تختلف على الحجم ديال الطحان. الكلوه، غادا نضيف الثومه والمعدنوس. الثومه عندي هنايا 4 الفصوص ديال الثومه كبار محكوكه، وتقريبا نقولوا واحد 4 المعالق حتى 5 المعالق ديال المعدنوس. نضيف السودانيه، العماره هذه تبغي شويه الحار. انايا شوفوا معايا درت تقريبا معلقه كبيره، معلقه ونص ديال السودانيه. ودائما هذه السودانيه على حسب الذوق ديال الانسان، شوف اللي عنده مع الحار واللي ما عندوش. المهم هنايا درت معلقه صغيره ديال القزبر يابس تيلذ العماره.
القزبر يابس عنده واحد الدور رائع. هنا غنضيف الكمون، العمارة تتبغي الكمون، تقريبا درت واحد 2 معالق كبار ديال الكمون، ونضيف التحميرة تقريبا غنقول واحد المعلقة كبيرة ديال التحميرة، بابريكا والملحة، لا سكنجبير عفوا، هذا سكنجبير غادا تقريبا ديروا معلقة صغيرة ديال السكنجبير، ونضيفوا الملحة دائما راه الروز سلقته مع شوية الملحة، والثومية راه عندكم ميزانكم بالنسبة للملحة. نضيفوا زيت المائدة 3 المعالق ديال الزيت البلدية، عفوا زيت البلدية. نخلط الكل مزيان، حاولوا نخلطوا مزيان حتى يندمج ليا الكل. من بعد ما خلطت، شوفوا الشكل ديالو كيفاش خاصو يكون، يعني نحاولوا نخلطوه مزيان. شدوا الطيحان ديالنا يكون من جهه وحده اللي محلول، ونحاولوا نعمروا بالمعلقه وندفعوا كيف ما تلاحظوا في الصوره. المهم البنات تبقاو على هاد الطريقه هذه، تعمروا وتدفعوا بالمعلقه كيف ما تشوفوا معايا، ونبقاو عليه غير بشويه حتى نعمروا، ونحاولوا نعمروه مقاد من الجوانب ديالو. هذا راه تيبان لكم، وندفعوا باليد باش تدخل لينا العماره لداخل. دائما باليد ديالنا، ونحاولوا ندخلوا العماره لداخل. كيف ما تلاحظوا بان الطيحان عندي هنا شويه كبير، يعني العماره تبارك الله ما شاء الله هز ليا العماره بزاف. الثوميه غتمشيو دائما على حسب القياس ديال الطيحان. الا كان كبير وهذا الحشوه او العماره عندكم قليله، ممكن تقطعوا على النصف
النص وتعمروا وتخيطوه. المهم البنات غادا نبقى على هاد الطريقه هذه حتى نعمر الطيحان ديالي، وها نتوما معايا. والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب. من بعد ما عمرته خديت ابره وخيط، نحاولوا نخيطوه. حبيبنا محمد على والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل. من بعد ما كملت ليه الخياطه غادا نحطوه في لاطا الفرن. دهنتها شويه بالزيت، حطيت الطيحان غادا ندهنو من الفوق بالزيت، زيت البلديه، وندخلو الفران حتى يطيب وعطيوه الخاطر من ساعه حتى لساعه ونص. يعني عطيوه الخاطر ديال الطياب، تيبغي الطياب ونقصوا عليه ونخليوه. انا دخلته الفران ديال الغاز تقريبا داليا واحد ساعه ونص. صافي البنات غندخلو دابا الفران ونمشيو باش غنرافقو هاد الطيحان. هنايا خديت واحد 3 البطاطات كيف ما تشوفوا معايا نقيتها. غادا نقي البطاطا، من بعد ما نقيتها غادا نقطعها، نحاول نقطعوها مربعات تكون شويه غليظه، يعني ما نرقوهاش بزاف، تكون شويه باقا شويه مورسو شويه يكون شاد في راسو كيف ما غتشوفوا معايا. مربع متوسط، ما صغيره ما كبيره. غادا نقطعها كامله. من بعد ما قطعتها غادا ناخد فين غنسلق هاد البطاطا هذه. درت الماء غليان، نحطو البطاطا ديالنا، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. اللهم صل. غادا نديرو الملحه. الملح دائما عينكم ميزانكم. صافي نديرها تسلق غير نص سلقه، ما نخليوهاش تفوت في الطياب. من بعد ما سلقتها يعني النصف، غير نص سلقه، غادا ناخد الزبده وندهن بها هاد المول هذا فين غادا نحط البطاطا او فين غنطيب البطاطا اللي عندنا. من بعد ما تصفات ليا البطاطا غادا نحاول باش نشرملها. غادا نحطها في هذا المول هذا اللي دهنته بالزبده. صافي وغادا نحاولوا نديروا ليها الاعشاب اللي هاد البطاطا هذه ما نقولش لكم تجي لذيذه بزاف بزاف. انا من محبين الحار. هنا درت السودانيه، ودائما السودانيه حسب الذوق، اللي ما عندوش مع السودانيه يحذف يحيدها. درت الملحه ديروا القياس، حيت راكم سلقتوا درتوا فاش سلقتوها درتوا واحد الكميه ديال الملحه. هنا درت الازير
ودائما هاد الأعشاب هذا الأعشاب حسب الاختيار، اللي عنده شي حاجة تيديرها وصافي. هنايا الثومة، الثوم الثومة بودرة غير شوية، وغادا نضيف دائما على حساب الكمية ديال البطاطا. عندي هنا الزعتر حبيبنا محمد على والمدد المدد يا رسول صافي، ونديرو الزيت البلدية واحد الكمية قليلة صافي، ونخلط الكل. كيف ما تلاحظوا معايا ساهله وتتجي لذيذه لذيذه بزاف، ان شاء الله غادا تعجب وليداتكم، تيحماقوا عليها وليداتي. شوفوا البطاطا خاصو يكون شويه داخله الطياب، ما تسلقش تتعجن، تكون باقا شاده في راسها. صافي غادا نحاولوا ندخلوا معاها ديك الاعشاب اللي درنا وندخلها للفران، ونتلاقاو في الشكل النهائي ديال الاطباق. شوفوا معايا من بعد ما خرجت الطيحان ديالي، شوفوا الشكل ديالو كيفاش خصو يكون طاب، عطيتو حقه في الطياب، تيجي رطب ولذيذ. اذا متتبعين قناة إخلاص ماريا، هذا هو الشكل ديالو، تيجي لذيذ لذيذ بزاف ورائع، زعما على الضمانه ديالي. وهذه هي البطاطا اللي دخلت الفران، ما نقولش لكم كي تجي. جربوها، وتنتمنى من كل قلبي تكتبوا لي في التعليقات وتقولوا لي كي جاتكم. والخبيز بطبيعه الحال خبيز ديال الدار بالخميره البلديه. الى عجبوكم الوصفات ديالي ما تنسوش دائما البنات اللايك واشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. ونتمنى من كل قلبي نكون في المستوى. نخليكم الآن إلى فيديو قادم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد.